هيا بنا نعود من جديد لإلقاء إطلالة خاطفة حول حالة فقر دم بيرمير. يمكن تشخيص فقر الدم الوبيل فقر الدم بيرمير عندما يكون العامل الداخلي سلبيا. هل يمكن ذلك؟ لا، لا يمكن تشخيص فقر الدم الوبيل أو فقر الدم بيرمير عندما يكون العامل الداخلي سلبيا. في الواقع العكس هو الصحيح. غالبا ما يرتبط فقر الدم الوبيل بنقص أو حتى غياب العامل الداخلي. شرح مفصل. العامل الداخلي هو بروتين تنتجه الخلايا الجدارية في المعدة. دوره حاسم في امتصاص فيتامين B12 في اللفائف الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة. ويرتبط العامل الداخلي بفيتامين B12 مكون مركب يتم التعرف عليه لاحقا بواسطة مستقبلات محددة في اللفائف، مما يسمح بامتصاص الفيتامين فقر الدم الوبيل فقر الدم بيرمير. هو مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه الجهاز المناعي الخلايا الجدارية في المعدة، ويؤدي هذا التدمير إلى انخفاض إنتاج حامض هيدروكلوريد، نقص حامض المعدة، وخاصة انخفاض كبير أو حتى غياب العامل الداخلي. نتيجة لذلك لا يتم امتصاص فيتامين 12 بشكل صحيح، مما يؤدي إلى نقص فيتامين 12 بالتالي إلى فقر دم كبير الكريات يتميز بخلايا دم حمراء أكبر من المعتاد. تشخيص فقر الدم الوبيل يعتمد على هذه العناصر، على عدة عناصر، ضمنها فقر دم كبير الكريات، وجود خلايا دم حمراء كبيرة الحجم، ارتفاع متوسط الحجم VGM، نقص فيتامين 12، انخفاض مستوى فيتامين B12 في الدم، وجود أجسام مضادة للعامل الداخلي. هذا مؤشر مهم للمرض. يشير وجود هذه الأجسام المضادة إلى أن الجهاز المناعي يهاجم العامل الداخلي، مما يمنع عمله بشكل صحيح. وجود أجسام مضادة للخلايا الجدارية. تستهدف هذه الأجسام المضادة الخلايا المعدة التي تنتج العامل الداخلي. اختبار شيلينغ نادرا ما يستخدم هذا اليوم. يسمح هذا الاختبار بتقييم امتصاص فيتامين B12 العامل الداخلي سلبي في سياق فقر الدم الوبيل، يعني العامل الداخلي السلبي عادة انخفاضا كبيرا غياب العامل الداخلي الوظيفي. غالبا ما نبحث عن أجسام مضادة للعامل الداخلي. وجود هذه الأجسام المضادة وليس غياب العامل نفسه هو عنصر أساسي في التشخيص. باختصار، عامل داخل سلبي وعدم وجود أجسام مضادة للعامل الداخلي يستبعد بقوة تشخيص فقر الدم الوبيل. وجود أجسام مضادة للعامل الداخلي يوجه بقوة نحو تشخيص فقر الدم الوبيل. في وجود العلامات السريرية والبيولوجية الأخرى، فقر الدم كويرات ونقص فيتامين B12، من الأنسب التحدث عن عدم وجود أجسام مضادة للعامل الداخلي بدلا من العامل الداخلي سلبي. لتشخيص فقر الدم الوبيل، إذا كانت لديك شكوك، من الضرورة استشارة الطبيب الذي يمكنه تفسير نتائج الفحوص ووضع تشخيص دقيق. إلى اللقاء في حلقة مقبلة. أملنا أن تبات هذه المعلومات مفيدة، وأملنا أن يختفي اللون الرمادي ليحل محله البياض الناصع. إلى الملتقى، تابعوني.